بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض روشتة الأنبا باسيليوس ونقول إن اليوم الأولاني قلنا فيه لنتذكر أن الله ناظر إلينا طول اليوم كل العمر، ودي اتكلمنا فيها امبارح. النهارده هنتكلم على الدواء التاني اللي بيقول ليكن غرضنا إرضاء الله وليس الناس. الحقيقة ما نقدرش نتخيل حياتنا من غير الناس اللي حوالينا. احنا بنتعامل مع ناس في اعمالنا وفي الخدمة وفي الكنيسة وفي الجيران وفي الشارع وعلى كل المستويات بنتعامل مع الناس. والحقيقة ممكن الانسان يجامل الناس لغاية دلوقتي مفيش مشكلة، وممكن في بعض الاحيان من اجل السلام الانسان يتنازل على بعض الحقوق، برضو دي ما فيهاش مشكلة. أمال المشكلة تكون امتى؟ ان بسبب مجاملاتي وعلاقاتي مع الناس اتنازل على مبادئي الروحية، او اتنازل على القيم الاخلاقية، او اتنازل عن وصية ربنا. هنا الموضوع يبقى صعب قوي. يمكن الناس هتساومنا، يمكن الناس هتطلب مننا ان احنا نتنازل كدليل محبة ليهم، لكن الحقيقة هنفتكر اللي قاله القديس بولس لما قال إن كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. يبقى أنا علشان أكون عبد للمسيح لازم أكون حاطط في دماغي إن أنا عايش بحاول أرضي إلهي وأبويا وصديقي يسوع المسيح، مش أي حد تاني. الإنسان المسيحي عنده محبة لكل الناس، لكن محبته لربنا أكتر، لأن ده أبوه اللي مجهز له الميراث اللي في السماء. وعلشان كده احنا بنسمع كلام ربنا اكتر من اي حد حوالينا، وخاصة لو كان كلامه زي ما قلت ضد وصية ربنا. الانسان المسيحي قوي يعرف امتى يقول لا، والانسان المسيحي حكيم يعرف امتى يسكت وما يجريش الجو، والانسان المسيحي وديع يعبر عن اللي جواه من غير ما يخبط في اي حد او ينتقد اي حد. والانسان المسيحي حكيم في كل اموره. يبقى احنا بنتكلم هنا على ان انا عايش مع الناس وعايش في مجتمع لا اتجنبه، او انا ما بعزلش نفسي عنه، لكن لا استطيع ان اوافقه او اسيره في كل طلباته مني. كلام واضح قوي. ليكن غرضنا ارضاء الله وليس الناس. نشكرك على نصايحك يا قديس أنبا باسيليوس، بشفاعتك اذكرنا أمام المسيح. صباح الخير.